واحده بتحكي وبتقول جوزي الاكل اللي بعمله له ما بيعجبوش، وكل لما اعمل له اكله بتضايقه جدا وبيقعد يقول لي انت ما بتعرفيش تطبخي وبيقعد يزعق لي. بدات اتضايق جدا من تصرفاته دي، وفي يوم من الايام لما رجع من الشغل قلت له ان انا كنت تعبانه شويه وجارتنا هي اللي طبخت النهارده، وفي الحقيقه الكلام ده ما حصلش، انا كنت بختبره بس هيعمل ايه. قعد ياكل وخلص الاكل كله وكان بيقول لي هي دي الستات اللي بتعرف تطبخ، اما انت مفيش فايده منك. كتمت غيظي جوايا وقلت في عقلي انا هعلمك ازاي تقول عليا كده. وتاني يوم عملت نفس الموضوع معاه وقلت له ان انا لسه تعبانه وجارتي هي برضو اللي بعتت لنا الاكل النهارده، وقعد ياكل وخلص الاكل كله برضو وقعد يمدحها ويقول فيها اشعار مع انه اكلي بس اسم اللي عمله اتغير. فقلت له ايه رايك نديها فلوس على كل وجبه تطبخها لنا؟ فقال لي فكره حلوه عشان انت ما بتعرفش تطبخي، وعلى الاقل نصرف الفلوس على حاجه حلوه وتستحق. وفعلا بقى بيديني فلوس كل يوم ويقول لي اديها لجارتنا علشان تطبخ لنا النهارده. وبعديها بكام يوم قلت له جارتنا عايزه تزود المبلغ لان المبلغ ده ما بقاش بينفعها، فبدا يديني فلوس اكتر وكل مره يزود في الفلوس، نفس الاكل ونفس التعب لكن باخد مبلغ وبحطه في جيبي، وبيقعد يشكر في الاكل وبياكل من غير اي صوت. الدرس المستفاد من القصه دي بعد كده النسا طبعا ان مش كل المشاكل اللي بتواجهنا هنوقف عليها حياتنا. الست دي اتصرفت بذكاء مع زوج ما بيقدرش اللي هي بتعمله علشانه ودايما بيقارنها بغيرها. كتير مننا بيقع في مشاكل كتير، بيبقى بيدي للي قدامه كل الحب وبيعمل كل اللي عليه واللي قدامه مش مقدر، وبيقعد يتهمه بحاجات ويقول عنه كلام، وفي الاخر ممكن نحل المشكله اللي ترضي جميع الاطراف وما تضرش حد فينا. القصة دي هتخليك تضحك مع انها جريمة. في يوم من الايام كان في سواق اسعاف عنده مهمة ان ينقل مجانين لمستشفى الامراض العقلية. في الطريق حس السواق انه عايز ياكل ويشرب شاي، وقف عند قهوة ونزل، ولما رجع ملقاش ولا مجنون في العربية. وهنا اكتشف ان المجانين بيعرفوا يفتحوا الابواب عادي، معرفش يعمل ايه او يتصرف ازاي. هنا جات له فكرة عبقرية ان هو يروح على اقرب موقف وينادي على الركاب، والدنيا كانت زحمة. وقتها الناس ركبوا وكانوا مفكرين انه محتاج فلوس يزود دخله بيتحايل على الحكومة. حرك السواق على مستشفى الامراض العقلية وسلمهم الركاب على اساس ان هم المجانين، واستلم الايصال اللي يثبت ان هو سلمهم المجانين وهرب. الركاب كان فيهم المعلمة والموظف والمحاسب والتاجر. طبعا اللي حصل بعد كده فضلوا ياكدوا للممرضين والدكاترة ان هم عاقلين وان السواق خدعهم وان هم كانوا مفكرين عربية الاسعاف ان هي عربية نقل عام. وطبعا ده اعلى مستوى للجنون ومحدش صدقهم، لان مين هيركب عربية اسعاف؟ القصة دي هتخليك تضحك. كان في مره واحد بيزعق لابنه، ولما اتعصب عليه جدا قال له امشي اطلع بره. فالولد خرج وقعد يلف شويه في الشارع ورجع يخبط على الباب تاني، فابوه فتح له بيقول له عايز ايه؟ فالولد قال له انا هسالك سؤال واحد بس وجاوبني عليه. فالراجل قال له ماشي اسال. فالولد قال له هو البيت ده بيت ابوك ولا بيت ابويا؟ فالراجل قال له بيت ابوك. فالولد قال له لما هو بيت ابويا بتطردني ليه؟ لما يبقى بيت ابوك يبقى اطردني براحتك. كان في مره واحد بيزعق لابنه. كان في مره واحد غبي راح يشتغل في سوبر ماركت، فصاحب المحل قال له انا هعلمك طريقه البيع اللي بيها تقدر تكسب الزبون وتحببه في المكان. ففي زبونه دخلت المحل بتقول لصاحب السوبر ماركت انا عايزه برطمان عسل. قال لها بقى العسل ده كله جاي ياخد برطمان عسل؟ فالست اتبسطت قوي وخدت برطمانين بدل برطمان واحد. فصاحب المحل قال للولد عايزك تقلدني بالظبط وتبيع للناس بنفس الطريقه. فالولد قال له ما تقلقش انا هبهرك. فدخلت زبونه بتقول له لو سمحت عايزه علبه لبن. قال لها الله بقى البقره نفسها عايزه علبه لبن؟ كان في مره واحد غبي راح يشتغل في سوبر ماركت. كان في مره واحد مراته كل يوم بتنكد عليه، فجه في يوم وقال لها على فكره انا سمعت ان اللي مراته بتنكد عليه وهو يصبر عليها بيدخل الجنه. وجه تاني يوم لقى معاملتها اتغيرت معاه وبقت بتدلعه وبتجيب له حتى الفطار في السرير. وقال لها هو ايه اللي حصل؟ قالت له مفيش، بس انا مش هبقى سبب في دخولك الجنه.